انا مش عايز ابدا الكلام على ماتش امبارح بالاكليشيات بتاعت ان احنا الاهلي المونديالي وان احنا في مكاننا الطبيعي وكل الكلام اللي انت حفظته ده، بس كل اللي عايز اقوله ان الاهلي هيلاعب ريال مدريد في ماتش رسمي، مش هيجوا عشان ياخدوا فلوس ولا مئويه، ولا هاجي العب ريال مدريد عشان افتتح استاد، ولا علشان مئويه نادي، ولا علشان مثلا مش عارف قناه السويس افتتحوها والكلام الفاضي ده كله. انا بقول لك ان انت هتلاعب ريال مدريد في ماتش رسمي، وحط نقطه. ماتش الاحلام بالنسبه لاي نادي عربي او افريقي انك بتلاعب ريال مدريد اللي انت ما بتشوفهاش غير في التلفزيون وفي البلاي ستيشن. كسبت بطل قاره استراليا وكسبت بطل قاره الكونكاكاف، ويشاء القدر ان بعد الظلم اللي انت تعرضت له في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت انك تروح في كاس العالم تكسب الدور التمهيدي وتكسب الدور الاول، وبعد كده تروح تلعب في المين ايفنت او الحدث الرئيسي اللي هو بيبقى قدام بطل اوروبا، سواء في نص النهائي او بتلعبه في النهائي. وهتلعب بشكل رسمي على ميداليه، سواء كنت بتلعب في النهائي على ميداليه اول او تاني، او هتاخد البطوله، او بتلعب على تالت ورابع لما تخسر من ريال مدريد، ان شاء الله مش هيحصل، وباذن الله نعمل قدامها ماتش حلو، يعني ربنا عالم ما ممكن نكسب. وهنتكلم في الاخر ان ازاي تنزل تلعب قدام ريال مدريد اللي انت الضغط اصلا مش هيبقى عليك، انت الضغط على ريال مدريد، يعني انت المفروض نازل تلعب الماتش ده مرتاح، فازاي هتنزل الماتش ده ومعنوياتك تبقى عامله ازاي وانت اصلا عايز ايه من الماتش ده؟ وده يعرفك انت مكانتك ايه كاهلي في الكره المصريه والكره الافريقيه اللي انت واجهه كبيره ليها قدام كل انديه العالم، قدام كبار انديه العالم اللي ريال مدريد نزل لك امبارح في الصفحه الرسميه بتاعته بوست فيه اسمك، وان انا هلاعب النادي الاهلي في نص نهائي كاس العالم للانديه. ده يبين لك ان انت قد ايه متربع على عرش القاره بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وان انت بعيد جدا عن اقرب منافس ليك. قبل بس نتكلم عن ماتش ريال مدريد هنشوف بس حاجه بسيطه، اللي ازاي امبارح الناس في اول الماتش كانت بتقول لكولر ان انت ازاي بدات بالتشكيله دي وازاي عملت كده، وفي اخر الماتش الناس بقت بتسقف له. الراجل خلاك تشوف بطل الكونكاكاف بطل امريكا وبطل امريكا الشماليه، واللي الكره في امريكا زي ما قلنا هي مش احسن كره في العالم، ولكن في ب 3 جنيه كره حلوه. ازاي الراجل خلاك تشوف الفرقه دي فرقه تعبانه وفرقه مش قادره تعمل قدامك ماتش، وازاي عرفت انت تخطف فيها جون في الاخر وتكسب الماتش ده. التشكيل اللي الاهلي لعب بيه امبارح ايه؟ الراجل نزل بنفس الفرقه بتاعه الماتش اللي فات، ولكن غير كل الناس اللي قدام، الخط الامامي كله اتغير، يعني تاو وطاهر وكهربا نزلوا بدل عبد القادر والشحات وشريف. الغرض من ده ان زي ما قلنا ان فرقه سياتل جايه من كره امريكيه اللي هي فيها ب 3 جنيه كره حلوه وسرعه جدا جدا جدا، والبدني بتاعهم عالي جدا جدا جدا. مفيش لعيبه تقدر تنافس السرعه بتاعت فريق سياتل امبارح ده غير تاو وطاهر. انا مسمي لك في فريق سياتل 2 لعيبه بس اللي هم موريس ورولدن، واثنين ورا تولو واليكس. هم الاربعه دول اللي انا عايزهم في موضوع شخصي دلوقتي. الاربعه دول ايه؟ اسرع 4 لعيبه في فريق، ومش اسرع 4 لعيبه في فريق بس، الجبهه اليمين كلها اللي هي كانت بتتلعب ناحيه معلول وطاهر اللي هم رولدن واليكس، دول اسرع 2 في الفرقه. طب الراجل كان بيعمل ايه في الحته دي؟ الراجل كولر كل اللي كان شغال عليه ان هو كان بيخلي طول الماتش، كنت بتلاحظ ان تاو بيجي يضم الناحيه دي، بيجي يضم ناحيه طاهر، وكنت بتلاقي طاهر بينزل على طول لتحت وتاو بيسحب معاه لتحت. لما طاهر ينزل يلعب لتحت المعلول، يعني ينزل يتاخر عند معلول يبقى يلعب جنب معلول ومعلول يضم في النص، كان بيسحب معاه رولدن وبيسحب معاه اليكس، بيسحب معاه الجناح وبيسحب معاه الباك. فلما كان بيسحب معاه الجناح والباك كان على طول طاهر ينزل يستلم من معلول، فيروح معلول لعب له كره طويله قدام. اول ما معلول يلعب الكره طويله قدام لطاهر، يجري طاهر بالاثنين دول ياخدهم معاه تاني رولدن واليكس، ويضم معاه تاو يسند ويغطي في المساحه الفاضيه. ونفس الكلام كان بيحصل في الناحيه الثانيه، كان بيروح تاو وطاهر يروح يسند في نص الملعب شويه ويسحب معاه الاثنين لعيبه دول، وتاو يسحب معاه موريس ويسحب معاه تول ويضموا معاهم في نص الملعب. وفي نفس الطريقه بنفس الشكل اللي كان بيحصل بجبهه معلول كان بيحصل في الناحيه الثانيه بتاعت هاني او حمدي فتحي، يلعبوا الكره طويله لقدام فيجري معاهم تاو ويروح واخد في ظهره تولو وموريس. فطول الماتش كان تاو رايح جاي على الخط، وطول الوقت طاهر رايح جاي على الخط. تاو بيسحب معاه موريس وتولو، وطاهر بيسحب معاه اليكس ورولدن. فكان كل اللي كان بيعمله الراجل ان هو كان بيستنزف الاثنين دول اللي هم اسرع 2 في الفرقه، وعايز يخلي طاقتهم البدنيه تقل جدا علشان يستغل سرعتهم دي في الشوط الثاني ان هي تبقى هبطت، ويبدا يلعب عليهم هجمات على طول سريعه وضغط عالي في القلب، ويقدر يجيب بيهم الجون اللي جه. اللي حصل بقى الشوط الثاني ايه؟ ان الفرقه الثانيه خلاص هبطت، الفرقه وقعت بدنيا، بقت مش احسن حاجه، بقى يضغط عليها على طول بتاعه في نص ملعبهم، وطاهر في نص ملعبهم، وحمدي فتحي كان بيطلع مهاجم تاني مع كهربا، فكان حمدي فتحي بيلعب رقم 10 جنب كهربا او تحت كهربا، فكان حمدي فتحي بيتقدم لقدام. بعدها انت خلاص الفرقه استنزفت، فانا عايز انزل لعيبه تلعبها 1 على 1، لعيبه تشتغل معاها 1 على 1، لعيبه تقدر تلم وتخلق فرص وتخلق حلول. فبدا ينزل عبد القادر وقفشه. قفشه عشان بيعرف يلعب كور صح، بيعرف يقف على الكرة نوعا ما صح، ولو اني كان نفسي تاو يتغير بدري شويه وينزل مكانه الشحات اللي هو كان متالق جدا الماتش اللي فات. فالراجل بدا يلعب قفشه بيلعب كرة صح، ونزل عبد القادر يعرف يلم 1 على 1. فده اللي كان بيحصل الشوط الثاني، ان انت بدات تضغط وتلعب في القلب، وضغطت بحمدي فتحي وضغطت بكهربا وعبد القادر وضغطت بشريف. فكان الشريف لما نزل مكان كهربا يعني كان بيضغط قدام مع حمدي فتحي، فكان بيبقى معاك 2 قدام راميهم حمدي فتحي وشريف، ومعاهم تحت بيسند معاهم عبد القادر وقفشه بيحاول يخلق لهم فرص للتهديف. وده اللي حصل في الشوط الثاني، وعرفت تخطف جون.
فكان الغرض من التشكيله اللي الناس كلها كانت بتنتقد فيها من الاول ان الراجل كان عايز يستنزف فرقه سياتل بدنيا، ان انا عندي سرعات مش عارف اعمل معاها ايه، فخلاص انا اخدهم الشوط الاول اهلكهم بمعنى الكلمه، وانزل الشوط الثاني الدغ دغدغتي واجيب الجون اللي انا عايزه باللعيبه المهاريه اللي عندي. طيب الماتش ده خلص وانت خلاص خدت منه اللي انت عايزه، ورحت الماتش اللي انت كنت بتحلم بيه من اول البطوله، اللي اي اهلاوي بيحلم انه يلعب الماتش ده، وهو ماتش ريال مدريد. نيجي بقى ماتش ريال مدريد. ريال مدريد يا سيدي اعظم نادي في الكوكب، اعظم نادي في الكوره، كل اللي انت عايز تقوله قوله، ولكن الضغط مش على الاهلي، الضغط كله على ريال مدريد. ريال مدريد اللي نازل مضغوط، انت نازل تلعب مرتاح. ريال مدريد هو اللي جاي لازم ياخد البطوله دي، بطل اوروبا بيجي ياخد فسحه كاس العالم للانديه ده. انا هقطع بس الدوري معلش يا جماعه استاذنكم بس كده يومين ثلاثه اروح اخد بطوله احطها في الدولاب عندي واروح، ويستأذن الدوري بتاعه ويروح البلد اللي فيها البطوله يلعب ماتشين بس، بينزل من نص النهائي ونهائي ياخد البطوله ويروح. الضغط على ريال مدريد هو اللي عايز البطوله، انت نازل مش عليك ضغط، انت نازل تلعب مرتاح، العب كورتك، العب معاه ند بند. اظن المغرب في كاس العالم او كاس العالم اللي فات بشكل كامل بين لك ان مفيش اي معايير للفوز والخساره في الكوره. المغرب وصلت نص نهائي وكنا عايزينها توصل نهائي وكنا ممكن تاخد البطوله. السعوديه كسبت الارجنتين وكنا عايزينها تصعد اول مجموعه. تونس لعبت مع فرنسا وكسبتها. مفيش معايير للفوز والخساره خلاص في الكوره. ليه ما تلعبش مع ريال مدريد ند بند وتلعب كوره؟ هو نازل يكسب وانا نازل اكسب، هو نازل عايز البطوله، ماشي انا كمان عايز البطوله. عنده كروس وعنده مودريتش وعنده فينيسيوس وعنده رودريجو وعنده بنزيما ومش عارف. طب ماشي يا عم، عنده كل الناس دي، اهلا وسهلا. المغرب لعبت البرتغال واسبانيا وفرنسا بكل التيم بتاعها وعرفت تعمل معاها ماتش. السعوديه لعبت الارجنتين بميسي ودي ماريا ومش عارف وعرفت تعمل معاها ماتش. ليه ما تعملش معاه ماتش حلو وتكسبه؟ ليه ما يبقاش معنوياتك زي معنوياته وهو عايز البطوله؟ انت معنوياتك المفروض تبقى اعلى عشان انت مش مضغوط، فانت ليه ما تلعبش معاه وتاخد البطوله وتلعب معاه ند بند تكسبه يا عم الماتش ده؟ مش هنقول ان احنا مش عايزين، احنا لو خسرنا مش هنزعل. الاهلي لو خسر الماتش ده محدش هيتضايق عشان احنا مش مطالب مننا ان احنا نكسب الماتش ده بشكل كبير. احنا نازلين نلعب كورتنا، نازلين ننبسط، نازل تلاعب بطل اوروبا فنازل تستمتع بالكوره بتاعتك. ماتش بايرن ميونخ السنه اللي فاتت الاهلي نزل وعملنا لقطات وحركات وفيديوهات نزلت على بيج الاهلي الرسميه، وعملنا حركات مع اللعيبه بتاعتهم وقول جمهور ده حمايه ومش عارف ايه ولقطات. انبسطنا بالماتش، استمتعت بالماتش وعملت ماتش عالمي قدام بايرن ميونخ. ومش هقول لك ريال مدريد فرقه مش في مستواها وممكن تكسبها وممكن مش عارف فرق ريال مدريد اللاعب منها بفرقه، اللاعب منها بفرقه كامله، ولكن انت برضو مطالب منك ان انت تنزل تلعب كورتك، مطالب منك ان انت تنزل، انت مش عليك ضغط تماما، هو اللي مضغوط، هو اللي مطالب بالبطوله، انت مش مطالب بالبطوله قدام بطل اوروبا. انت لو خرجت قدام بطل اوروبا محدش هيقول لك حاجه، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. كل الغرض منه ان انت عندك مدرب محترم بينزل يلعب الماتش بماتشه. الراجل هيلعب الماتش بماتشه وهيلعب ماتش ريال مدريد ويذاكر له كويس. هتلعب قدام ريال مدريد ماتش حلو، كسبت الحمد لله وهنفرح وهنعمل مهرجانات. خسرت مش مطالب منك ان انت تعمل اي حاجه غير ان انت تروح تلعب على الثالث والرابع وتحافظ على مركزك وتاخد البرونزيه وترجع. ده كل المطلوب منك. انت مش يعني ريال مدريد مش بعبع زي ما الناس متخيله. هو بعبع بالنسبه لفرق افريقيا واوروبا، ولكن انت ممكن تكسبه، والله ممكن تكسبه زي ما في كاس العالم كنا بنشوف المغرب بتكسب والسعوديه بتكسب. ليه ما نعملش معاه ماتش حلو على الاقل؟ ماتش حلو يا عم. فكل المطلوب من لعيبه الاهلي ينزلوا يلعبوا كورتهم، ما ينزلش خايف، ما ينزلش كولر، ما ينزلش عامل مليون الف حساب ريال مدريد وينزل مجلي ولعب كل اللعب قدام الجون بتاعك وريال مدريد ضغط طول لا يا عم، العب وخش والعب معاه وكل لعيب يطلع 100% من اللي عنده وباصي ويعمل حركه ويعمل حركتين وروح شوط وتقدم لنص ملعبه واضغط عليه وشوط في الجون. ليه ما تعملش كل ده؟ ريال مدريد ممكن يجي لك اصلا ناقصه كام واحد، بس زي ما قلنا اللعيب من ريال مدريد بفرقه. فانت انزل العب كورتك واستمتع بالماتش. ماتش هيبقى محفل كروي عالمي، الناس كلها تتفرج عليه. جمهور المغرب كان بيدعمك من اول ماتش وهيدعمك تاني الماتش ده، هتشوف جمهورك في المدرجات. العب ماتش حلو وفرح جماهيرك. حتى في اسوأ الاحوال لو خسرت اخسر بشكل محترم، اخسر بشكل ان انت لعبت ماتش كويس قدام الفرقه دي. ويعني احنا مش عايزين اكتر من كده، احنا كنا عايزين نلعب بطل اوروبا ووصلنا لماتش بطل اوروبا وهنلعب بطل اوروبا وان شاء الله نلعب على برونزيه وان شاء الله ناخدها، ويمكن مين عالم نكسب ريال مدريد ونروح نلعب على اول وثاني ونلعب على البطوله ونحقق الحلم اللي الاهلي كل جمهور الاهلي مستنيه. فالماتش يوم الاربعاء الساعه 8 غالبا، او يعني هيبقى 8 7 زي الماتش اللي فات. هنشوف الماتش يحصل فيه ايه. نتمنى ان احنا نشوف ماتش حلو واللعيبه تفرحنا والجمهور يفرحنا. والسلام عليكم.